حرارتها 40 ومش بتتحرك. منة فضالي بين الحياة والموت، ووالدتها بتبكي وبتطلب الدعاء. من ساعات قليلة والدة منة فضالي كتبت بوست مرعب على فيسبوك، قالت فيه إن بنتها عاجزة عن الحركة تماماً، وطلبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء. وكتبت والدة الفنانة منة فضالي عبر حسابها على فيسبوك: منة بنتي حرارتها 40 ومش قادرة تتحرك، والدكتور ركب لها محاليل، ادعوا لها بالشفاء يا رب. الخبر ده هز الوسط الفني والجمهور، لأن منة ما كانش باين عليها أي تعب، بالعكس دي كانت نشيطة جدا الفترة اللي فاتت. وفي ثواني المنشور لقى تفاعل واسع من الجمهور، الذين سارعوا بإرسال رسائل الدعاء والدعم، متمنين لها الشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية بسلام. وتحول المنشور إلى مساحة تضامن واسعة شارك فيها عدد كبير من محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على التعبير عن تعاطفهم في مشهد إنساني يعكس حجم المحبة التي تحظى بها منة فضالي لدى جمهورها. ومن ناحية أخرى بتشارك الفنانة منة فضالي في الموسم الرمضاني بمسلسل وننسى اللتان، واللي ظهرت فيه في البوستر الرسمي للعمل بالحجاب في إطلالة لافتة أثارت تفاعل الجمهور وفضولهم حول طبيعة الشخصية التي تقدمها. مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين، في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي.